أي بدعة من البدع تناظر فيها سواء كانت عقدية أو عملية، تناظره في ضوء هذه الأمور الثلاثة. تقول له أخبرني الآن، هل هذا الذي تدعو إليه سواء كانت بدعة عقدية أو بدعة علمية، هل علم الصحابة ذلك أو لم يعلموا؟ لا يخلو في الجواب من أمرين، إما أن يقول علموا أو يقول لم يعلموا. إن قال لم يعلموه طعن في علمهم، بمعنى أن عنده من العلم ما ليس عند الصحابة. فإن قال علموا ينتقل إلى الخطوة الثانية، هل كان عندهم قدرة على بيانه أو ليس عندهم قدرة؟ فإذا قال ليس عندهم قدرة على بيانه وأنا لدي قدرة على بيان هذا الأمر، طعن في فصاحتهم وقدرتهم على البيان. فإذا قال علموه وأيضا كانوا قادرين على بيان، ليسلم من إلزامك له باتهامهم بالجهل وعدم القدرة على البيان، فتلزمه إلزاما ثالثا، وهو تقول له إذا كانوا علموه وقادرين على بيانه هل بينوا أو كتموا؟ إن قال بينوه تقول له أين بينوه؟ تطالبه بالمصدر،